حكينا احنا عن جامعه القدس ابو ديس. الماستر والبي اتش دي عملناهم في مدينه تشانشون، جامعه جيلين. جامعه جيلين هي اكبر جامعه موجوده في جمهوريه الصين الشعبيه، ترتيبها تقريبا السابع على الصين، على العالم ترتيبها 177 تقريبا، يعني هي من الجامعات العريقه جدا. هنا صوره المستشفى من الداخل، من الخارج هذا مستشفى خاص بطب الاسنان اللي هو مستشفى الجامعه. هاي الغرفه اللي كانت خاصه لإلي بالمستشفى مشان نعمل فيها اللابراتوريال ريسيرشز. لمحه عن ابحاثي، انا خلينا نقول فريش جراجويت وريسيرشر مش قديم، فخلينا نحكي لكم عن ابحاثنا اللي عملناها بالصين واستمريت فيها بالجامعه العربيه الامريكيه بفلسطين سنه 2017. طبعا ابحاثي جميعها مركزه على ماده البي ار اف، ماده البي ار اف واستخدامها بالبيريودونتولوجي والامبلانتولوجي. عاده كثير ما نستخدمها في البيري امبلانتايتس سايتس. سنه 2017 نشرت ليترشر ريفيو عن البي ار اف والادفانتجز لها اوفر البي ار بي. سنه 2019 نشرت عمليه نوعيه وسميتها ب اي اس اس بي للبليتلت ريتش فايبرين اي اندوسكوبيك اس سيمالتينيوس وسكند اس اللي هي ساينس ليفتنج. يعني عملنا immediate implant placement ل fresh extracted socket، وتابعنا الشنايدريان ممبرين بالاندوسكوب. البحث الثالث وهو الأهم هو عبارة عن novel in vitro study مسجل باسمي، وهو البحث الأول لاستخدام البليتلت ريتش فايبرين as an anti-inflammatory biological additives. البحث الرابع أيضا ل عملية نشرتها بالورد جورنال اوف كلينيكال كيسز. جميع أبحاثي منشورة في مجلات محكمة، يعني SCI ISI. هاي المجلة الأمريكية نشرنا فيها كيس ريبورت لعملية هي فليبلس و immediate implant placement plus PRF. البحث الخامس أيضا استخدام البليتلت ريتش فايبرين على النيرف ريجينيريشن. وفي هذا البحث كان في خلينا نقول سابقة إنه استخدمنا البي ار اف as a non-autogenous biological additives. يعني أخذنا البي ار اف هو in vivo study يعني على الحيوانات، فأخذنا البي ار اف من حيوان وحطيناها بحيوان ثاني وأعطت positive results. البحث الأخير انتشر قبل 4-5 أيام أيضا لكيس ريبورت عملناها في الصين، لكن استغرقت وقت كثير بالنشر فصارت اونلاين لما رجعت على فلسطين. هي عباره عن soft tissue regeneration without tightly flap closure. يعني احنا لما بنعمل suturing ما بيكون tightly sutures وبتعطي positive results اكثر. introduction عن موضوعنا بشكل عام اليوم، بما إننا بدنا نحكي هلا احنا قاعدين نحكي عن الابحاث وعن تركيزها بالبيريودونتولوجي والامبلانتولوجي، فبدنا نركز على البيريودونتولوجي. البيريودونتولوجي بالكراون لينكتينينج اللي هي كان مشروع تخرجي بالماستر ديجري. عندنا بيكون في كلينيكال ريسيرشز ولابراتوريال ريسيرشز مستخدمات. فراح انشر لكم كيس ريبورت من ايام الماستر وكيس ريبورت جديده عندي في المركز قبل شهرين تقريبا عملناها. في الانترودكشن لازم في بعض المفاهيم حكى لي الدكتور حسيب مشكور انه المحاضره هاي لاطباء امتياز او فريش جراجويتد دكتورز ودكاتره موجودين ايضا بنقابه اطباء الاسنان، فبنراجع مع بعض المفاهيم المهمه. الكراون لينكتينينج والجنجفكتومي، الفرق بين الكراون لينكتينينج والجنجفكتومي انه بالكراون لينكتينينج في عندنا بوسيبيليتي للبون ريموفال، الجنجفكتومي هي فقط قص اللثه وما بيكون في عندنا بون ريموفال. الكراون لينكتينينج بشكل عام يقسم لقسمين، في عندنا اللي هو الفانكشنال كراون لينكتينينج
والاستيك كراون لينكثينينج. راح اعرض لكم بنهايه المحاضره كيس على الفانكشنال كراون لينكثينينج وكيس ايضا على الاستيك كراون لينكثينينج. الفانكشنال كراون لينكثينينج بيكون في عندنا سيرجيكال بروسيجر ريكونتورينج للجنجفه، تريمينج وبون ريموفال مشان يكون في عندنا فيت بروستيسيس. طبعا بالفانكشنال كراون لينكثينينج لازم نراعي شيء اسمه البيولوجيكال ويدث وهو جولد ستاندرد في الكراون لينكثينينج والبيريودونتال تريتمنتس. استيك كراون لينكثينينج ايضا هي عباره عن سيرجيكال بروسيجرز بيكون في عندنا ديزاينيشن للجنجفه وريستوريشنز مشان الاستيك دنتستري او استيك بيربسز. بيريودونتيوم بشكل عام سهل جدا. احنا عاده لما ما نسمع كلمه بيريودونتيوم بيقولوا لنا بيريودونتال ليجامنتس. لا، البيريودونتيوم هي عباره عن بيريودونتال ليجامنتس والسمنتم والسوكت. ايضا الجنكشنال ابيثيليوم مهمه جدا في الكراون لينكثينينج. لازم نعرف انه الجنكشنال ابيثيليوم هي البوكيت، خلينا نقول الديبست بارت اوف ذا سالكس. بتبلش عندنا الجنكشنال ابيثيليوم. من الجنكشنال ابيثيليوم للكريستال بون نقدر نقيس اللي هي البيولوجيكال ويدث. البيولوجيكال ويدث والفايوليشن للبيولوجيكال ويدث مصطلحين مهمات كثير في الاستيك دنتستري. البيولوجيكال ويدث باختصار هي مسافه من الجنكشنال ابيثيليوم للكريستال بون. كيف بنقيسها؟ طبعا ضروري يكون في عندنا انستيزيا لانه بيكون في عندنا penetration للجنكشنال ابيثيليوم which is really painful without anesthesia. والمسافه هاي لازم تكون من 2 ل 2.5 ملم. يعني اي بروستيسيس اي استيتيك وورك لازم يكون في عندنا ريسبكشن للبيولوجيكال ويدث، واي فايوليشن للبيولوجيكال ويدث بتكون في عندنا جنجيفال انفلاميشن. فكتير بنلاحظ دكاتره بيعرضوا البروستيسيس لهم ما بيعرضوا الجنجيفا. احنا لما ما نعرض الزيركونيوم ولا الايماكس ولا اي دينشر لنا لازم نعرض مع الجنجيفا without gingival records. احنا بنعرض فقط شغل التكنيشن، ما بنعرض شغلنا احنا ببين بالجنجيفا، ما ببين باي بروستيسل. اي بروستيسل هي شغل الشركه او شغل التكنيشن مش شغلنا احنا. اذا شغلنا احنا صح ومحترم ببين بالجنجيفا. كثير في عندنا مثلا تلابيس او بريدجز، فيكست بريدجز زيركونيوم which is really expensive، لكن بعد فتره بيجي البيشنت بقول لك في عندي بليدنج، في عندي لما ما افرش اسناني في عندي بليدنج، في عندي بين، في عندي ديسكالريشن بالجنجيفا. هذا كلياته ما في عندنا ريسبكشن للبيولوجيكال ويدث. كونكتيف تيشو لوس اللي هي اللي بنسميها الكال، لما ما يكون في عندنا ريسيشن، الريسيشن بنقيسها من السيمنتو انامل جانكشن للجنجيفال مارجن. لما ما يكون في عندنا ريسيشن بنضيف الريسيشن مع البوكيت ديب. لكن لما ما يكون في عندنا جنجيفال انلارجمنت نطرح البروبينج ديبث من المسافه اللي هي من السيمنتو انامل جانكشن للجنجيفال مارجن. فكلينيكال اتاتشمنت لوس يا بتكون الريسيشن زائد البوكيت ديبث، يا اما بتكون البوكيت ديبث ناقص اللي هي المسافه من الجنجيفال مارجن للسيمنتو انامل جانكشن. هاي المصطلحات اخذناها في البكالوريوس كلياتنا، عملنا لها اعاده بشكل سريع. اليوم نحكي عن الكراون لينكثينينج as an interdisciplinary approach in periodontics measurements و procedures. اي dental work لازم يكون في interdisciplinary، يعني لازم يكون في اشتراك مع الاخصائيين الثانيين، لازم نسمع اكثر من راي. يعني انا بذكر في البي اتش دي كنا نجمع بي اتش دي ستودنتس وبروفيسورز على سمبل امبلانت، لكن كثره الاراء بتؤدي الكمال لله طبعا لبيرفكت وورك. بشكل عام احنا ممكن نستخدم الكراون لينكثينينج ان اورثودونتكس. مثلا بعض البيشنتس لما نركب لهم البراكيتس بصير في عندهم جنجيفال انلارجمنتس، في هاي الحاله
بيحتاجوا لكراون لينكينج as an orthodontic treatment، خلينا نقول advanced orthodontic treatments او aesthetic demands. كراون لينكينج ممكن نستخدمها في الاوبراتيف دنتستري، وراح اعرض لكم كيس ريبورت في اخر المحاضره على هذا الشيء. ممكن كثير بيشنتس بيجوا بيكون في عندهم badly distracted teeth، بيكون في عندهم كيريز كلاس 5، تحتاج لكراون لينكينج مشان نعمل الفيلينج بالشكل المطلوب. الكراون لينكينج ممكن نستخدمها في البروستودونتكس، ومحور الكراون لينكينج بيكون في البروستودونتكس لما ما يكون في عندنا اي بروستيسيس لازم يكون في، وتحتاج لكراون لينكينج لازم يكون في عندنا ريسبكشن للبيولوجيكال ويدث. الكراون لينكينج ممكن نستخدمها في الاستيك دنتستري بشكل عام، في الجام سمايلز. كراون لينكينج ممكن نستخدمها في البيدياتريك دنتستري احيانا لما يكون في عندنا اكسبوجرز ل impacted teeth ولا impacted canines الى ايضا. الكراون لينكينج ميجرمنتس بشكل عام ممكن نستخدم البروب. البروب هو التراديشنال واي فور كراون لينكينج ميجرمنتس. البروب بانواعها ميشيغان ولا نورث كارولاينا ولا ويليامز، كلياتها ممكن نستخدمها في الكراون لينكينج ميجرمنتس. هلا الكمبيوتد ميجرمنتس هي عباره عن luxurious خلينا نقول ميجرمنتس، لكن الكمبيوتد ميجرمنتس ببعض الاماكن مش ممكن نستخدمها. يعني مثلا خلينا نضرب مثال عندنا بفلسطين. انا سكان مدينه طول كرم، فاتح مركز بمدينه طول كرم وبدرس في الجامعه العربيه الامريكيه، وبعض الايام مثلا بروح على مدينه رام الله بشتغل هناك. هذا كتب لي شيء بشتغل هناك. فالانكم بيختلف من مدينه لمدينه ثانيه. الانكم بيختلف من مدينه لمدينه ثانيه. فمثلا ما بعض البيشنتس بيكونوا هايلي انكم، ممكن تطلب لهم كومبيوتد ميجرمنتس مشان تعمل كراون لينكينج. بعض البيشنتس ذوي الدخل المحدود ما بتقدر تقول لهم بدنا نعملكم كومبيوتد ميجرمنتس، لانه اصلا فكره الكراون لينكينج عندهم ما بتكون مستساغه بشكل عام. الاخيره اللي هي التشوز كوجز اللي بدي اشرح لكم عنها اليوم، واللي كنا نستخدمها في الصين. هي لعالم صيني اتوقع الكل بيعرفها، لكن يمكن مش الكل استخدمها او عرف كل اجزائها. هي عباره عن 5 قطع او 6 قطع. التشوز بروبورشنال جوجز براكتيكال كثير، لانهم بيجوا بالنص بين التراديشنال بيريودونتال بروب والادفانس كومبيوتد ميجرمنتس. رخيصه، سهله الاستخدام، ما فيها اي تعقيد. اوكي، انترودكشن للتشوز بروبورشنال جوجز. مثل ما انتم شايفين راح نحكي لكم عن اول شيء انترودكشن عن التشوز بروبورشنال جوجز، راح نحكي لكم عن انواعها والانسترومنت ان يوز، الفيتشرز والبنفيتس واليوزرز كيف بيستخدموها. بشكل عام التشوز بروبورشنال جوجز بنستخدمها للاستيك اناليسيس في الانتيريور تيث بالسيرالز واللاترالز والكيناينز. ممكن كمان نستخدمها في البولرز. الجوجز بشكل عام 3 اقسام، اللي هي بروبورشنال جوجز اللي بتتكون من التي بار والانلاين تيب، الكراون لينكينج جوجز اللي بتتكون من الانتر بابيلاري تيب والبي ال بي جي، والساوندينج جوج اللي هي بتعمل عمل البيريودونتال بروب بس بشكل ادفانس. بروبورشنال جوج مثل ما حكينا بتتكون من التي بار. التي بار بنستخدمها لما يكون الالاينمنت تاع التيث ما فيه اي مشكله، والانلاين تيب بنستخدمها لما يكون في عندنا الirregularity بالالاينمنت للتيث او بيكون في عندنا كراوندينج بشكل عام. التي بار خلينا نورجيكم الصوره بتوضح اكثر. بتتكون من هوريزونتال بار وفيرتيكال بار.
الهوريزونتال بار بعطينا الويدث ميجرمنتس للسنترالز واللاترالز والكيناين. الفيرتيكال بار بعطينا اللينث ميجرمنتس للسنترالز واللاترالز. طبعا في عندنا كمان مثل ما انتم شايفين بالماوس هنا الانسايزال جايد اللي بتكون على الانسايزال تيب، يعني انا بحط التي بار على الانسايزال تيب للسنترال مثل ما انتم شايفين بالصوره اللي على اليمين هي بالماوس هنا، بحط الانسايزال جايد على الانسايزال تيب، بشوف عاده السنترال بيكونوا اللون الاحمر، اللاترال بيكونوا اللون الازرق، الكيناينز بيكونوا اللون الاصفر الاول. ف باختصار بشوف انا كيف عندي اللون الاحمر هنا الكلينيكال لينث للكراون، كلينيكال مش بيولوجيكال، الكلينيكال لينث للكراون اذا كان عند الاحمر بالويدث لازم يكون عند الاحمر باللينث. نفس الشيء باللاترال، نفس الشيء بالكناين. انا حكيت الكلينيكال لينث للكراون، يعني اذا كانت الجنجفه موجوده هون انا راح اقص الجنجفه لهون، هاي الكلينيكال لينث للكراون. هلا كيف بدي احسب البيولوجيكال ويدث للكراون؟ بدي اضيف كمان 2 ل 3 ملم تقريبا. إلها أداة ثانية أخرى ممكن نستخدمها وراح نحكي عنها كمان شوي. التي بار مثل ما حكينا لكم نستخدمها لما ما يكون في عندنا teeth alignment properly. أما لما يكون في عندنا crowding هاي نستخدمها الانلاين تيب مثل ما انتم شايفين هنا. اللاترال هنا في كراودنج ما بقدر اعمل انسيرشن او الانسيرشن للتي بار ما بيكون عندنا فتنس هنا، فبستخدم الانلاين تيب. في عندنا شورت ارم وفي عندنا لونج ارم وفي عندنا انسايزال ايدج. الشورت ارم نستخدمها للويدث لللاترال انسايزر، اللونج ارم نستخدمها لللينث لللاترال انسايزر. فنفس ما بين عندنا مثلا هنا اللاترال انسايزر حكينا احنا بيكون اللون الازرق، فمثل ما انتم شايفين الشورت ارم بيكون على الاند للبلو كلر، واللونج ارم لازم يكون على الاند للبلو باند هنا. يعني اذا كانت عندنا الجنجفه فوق او لتحت شويه لازم نعملها تريمينج وجنجفيكتومي لحتى ما توصل على الستاندرد هنا. الكراون لينكثينينج جورجز اللي هي بتتكون من الكراون لينكثينينج تيب وبتتكون من الانتربابيلر انتردنتال تيب. الكراون لينكثينينج تيب اللي هي اسمها BLPG Biological Proportional Gauges اللي هي بتحدد لنا البيولوجيكال لينث للكراون. خلينا نشوف الصوره اوضح. مثل ما احنا شايفين هون اذا كان هاي اللي هي الBLPG، اذا كان عندنا الكلينيكال لينث للكراون هون لازم يكون عندنا البون ليفل هون اللي هي المسافه من 11 ملم ل 14 ملم. هذا اللي بنسميه البيولوجيكال ويدث، هذا اللي لازم نحترمه احنا بكل بروستيسيس، بكل كراون لينكينج، بكل بيريدونتال تريتمنت. اي فايوليشن لهدول ال 3 ملم بيكون في عندنا فيلير تريتمنت، بيكون في عندنا بليدنج اون بروبينج، بيكون في عندنا بليدنج اون براشنج، بيكون في عندنا انفلاميشن او بوست اوبراتيف انفلاميشن. BLPG حكينا عنها. صوره توضيحيه اخرى مثل ما انتم شايفين هنا، اجانا البيشنت بيكون في عنده جام سمايل، حددنا الكلينيكال لينث للكراون. هنا الكلينيكال لينث للكراون يعني اذا كان البون هون انا لازم اشيل اعمل له تريمينج لحتى ما يوصل عند الريد اند. يعني احنا بنستخدم التي بار مشان الكلينيكال لينث اوف ذا كراون، نستخدم الBLPG مشان نحسب البيولوجيكال ويدث. فلما يكون في عندنا ريسبكشن للبيولوجيكال ويدث بيكون تمام. بعديها بننتقل للمرحله الثانيه من الانتر ديسبلينري وورك مع اي سبيشاليست اخر، سواء كان اورثودونتست سواء كان بروسودونتست سواء كان كونز ديبارتمنت ولا اي شيء. البون ريموفال عاده نستخدم التشيزل، نستخدم هاي سبيد،
نستخدم المايكرو موتور الكتريكال طبعا، وهو الافضل المايكرو موتور لانه بيكون التورك عالي جدا، ولما يكون التورك عالي ما بيكون في عندنا انفيزيما BLPG. هلا بنيجي للبابيلاري تيب. بابيلاري تيب ايضا مهمه مشان تحدد لنا الانتردنتال بابيلا وين لازم تكون، والبون بالانتر بروكسيمال اريا وين لازم يكون. فالشورت ارم هنا بيعمل لنا كلينيكال لينث للانتردنتال بابيلا. يعني اذا انا قصيت الانتردنتال بابيلا لهذا الليفل، خلينا نقول عند اللون الاحمر، البون ليفل في الانتر بروكسيمال اريا لازم يكون عند اللون الاحمر هون. الادوات هاي الحكي عليها ممكن يضيعكم، لكن بالاستخدام سهل جدا ودقيق جدا. يعني انا لما ما اعمل كراون لينكينج باستخدام هاي الادوات اللي سعرها ما بيزيد عن $200 او $150، بحصل على accurate measurements. هنا الانتردنتال اريا او الانتربروكسيمال اريا مثل ما انتم شايفين البابيلاري تيب. اذا كانت الانتردنتال بابيلا هنا، البون لازم يكون موجود هون. هيك بيكون في عندنا ريسبكتنج للبيولوجيكال ويدث في الانتربروكسيمال اريا. فاذا بتلاحظوا انتم انا كل ما اقول كراون لينكينج بعيد وبزيد كلمه بيولوجيكال ويدث كثير، لانها هي الجولد ستاندرد لاي كراون لينكينج بروسيجر. ساوندينج جوج الاخيره مثل البروب لها جريدنج من 1 ل 5 ملم. ليش قسمناها من 1 ل 5 ملم، او ليش الساوندينج جوج موجوده او مصنوعه بهذا التفصيل؟ تعمل لنا كويك وسمبل اناليسيس للوكيشن اوف ذا كريستال بون. انا قبل ما ارفع الفلاب بلزمني اعرف وين البون عندي مشان احدد قديش بدي اعمل تريمينج للبون. ممكن نستخدمها بالبيريودونتال كراون لينكينج بروسيجرز زي ما حكيت قبل بيفور ريفلكتنج فلاب. وبالنهايه هي بتكون كيرفد انسترومنت with blind end مشان يكون في عندنا easy access و easy manipulation لها. طبعا هاي الاداه بستخدمها with infiltration local anesthesia. مقسمه هي 1 3 5 ملم، 1 اللي هي الافريج ساركاس ديف، 3 اللي هي المسافه من الجنجفال مارجن للكريستال بون، و5 اللي هي من الانتردنتال بابيلا مارجن للكريستال بون في الانتربروكسيمال اريا. فيتشرز وبنفيتس للتشوز بروبورشنال جوجز بشكل عام. احنا فيتشرز لها بتعطينا بريسايز ميجرمنتس، قياسات دقيقه جدا. انا ما بلزمني احفظ عرض الكراون للسنترال قديش لازم يكون، طول السنترال قديش لازم يكون. خلص انا بعرف الاحمر على الاحمر، الازرق على الازرق بالسنترال، وبعطينا بريسايز نسبه نجاح هذه الادوات 98%. يعني انتم بتعملوا 100 كيس، 98 كيس راح تكون نسبه النجاح فيهم 100%. فالفيلير بتعتمد عاده لما يكون في عندنا انسايزال ايدج مش واضحه. فعاده لما يكون عندنا انسايزال ايدج مش واضح بنعتبر السن اب نورمال وما بنستخدم التي بار، بنستخدم اللي هي الانلاين تيب. فبرضه المانيبيوليشن تاعت هاي الانسترومنتس بتحدد لنا السكسس ريت. فيتشرز اخرى هي ايزي سمبل فاست فيري تشيب اذا بدنا نقارنها للكمبيوتد ميجرمنتس. كلر كودد اللي هي كلر باندز ما بلزمنا نحفظ الارقام، واوتوكليفبل مشان الكروس انفكشن. بنفيتس لها مثل ما حكينا اكيوريت، بتزيد effectiveness لاي سيرجيكال تريتمنت، سيف تايم، سيف ماني، و reduces chances of cross infection. استخدام هاي الادوات اول شيء ممكن يستخدمها ما في مشكله انه يستخدمها اي جي بي
عندنا ممكن يستخدمها التكنيشنز، ممكن يستخدمها البيريودونتست والامبلانتولوجيست في الكراون لينكثينينج اند امبلانت بليسمنت، وممكن يستخدمها الاورثودونتست في البراكت بليسمنت واي اناليسيس باي اورثو تريتمنتس. كيس ريبورتس. بالحاله الاولى راح اعرض لكم حالتين هلا. الحاله الاولى في المركز عندي عملناها، الحاله الثانيه عملناها ايام الماستر، يعني قبل تقريبا 3 4 سنين 5 سنين. الكيس الاولى اجتنا بيشنت 52 سنه، عندها badly distracted lower left premolar، وبالبروب استنتجنا انه البون الكيريز نازل 2 ملم below the gingival margin، بدها root canal treatment. عملنا overall periodontal treatment or evaluation، tooth mobility، gingival status، clinical attachment loss. لاحظنا انه طبعا لما ما يكون في عندنا موبيليتي جريد 0 ولا جريد 1 احنا بيكون عندنا الاكستراكشن كونترا انديكيتد. فعملنا تريتمنت بلان بيريودونتال تريتمنت وحولناها للكونز للجي بي عندي بالمركز، عملها كراون وكانت اموره ممتازه. نعرض لكم الحاله مثل ما انتم شايفين هنا. البيشنت اجتنا عندها badly distracted tooth، الماوس هنا مبين عليه، والكيرس نازله سب جنجيفالي below the gingival margin. شلنا عملنا فلاب سالكولار فلاب وعملنا تريمينج للبون. استخدمت البروب بهذا الكيس بس مشان احافظ على البيولوجيكال ويدث. البيولوجيكال ويدث مثل ما حكينا احنا من 2 ل 3 ملم للجنجيفال مارجن without respecting او اي violation للبيولوجيكال ويدث بده يكون في عندنا فيلير للتريتمنت. عملنا سوتشرز بعد الكراون لينكثينينج. السوتشرز المستخدمه باي بيريودونتال تريتمنت بتحتاج الحفاظ على مكان الجنجيفال مارجن، لازم نستخدم سلينج سوتشرينج تكنيك مثل ما انتم شايفين هنا. ممكن تبحثوا على جوجل او على اليوتيوب كيف بنعمل السلينج سوتشرينج تكنيك. It's really very important to fix and stabilize الجنجيفال مارجن، لانه احنا لما بنعمل كراون لينكتينينج نعمل سوتشرينج لما ما يكون في عندنا اكثر من سن مالتيبل تيث او بالانتيريور اريا ممكن نستخدم فيرتيكال ماتريس، لكن لسنجل توث منا فيكسيشن للجنجيفال مارجن لازم نعمل سلينج سوتشرينج تكنيك. اجتنا البيشنت بعد 3 اسابيع، شوفوا كيف الهيلينج كان. عملنا لها كومبوزيت بيلد اب بعد الروت كانال تريتمنت، وعملنا لها بورسلان، هذا بي اف ام كراون. البيشنت هاي الصوره بعد 3 شهرين او شهرين وشوي من العلاج. شوفوا كيف الجنجفة لما ما يكون في عندنا ريستريكشن للبيولوجيكال ويدث، ما بيكون عندنا جنجفال اوفر جروث، ما بيكون عندنا بوست اوبراتيف انفلاميشن، ما بيكون في عندنا جنجفال ديسكلريشن، ما بيكون في عندنا اي ساين ولا سيمبتومز لبيريودونتال بروبلمز. شوفوا الجنجفة كيف فريش انتاكت بينكيش كلر، وحتى الستيبلز مبينات. الكيس الثاني بيشنت عمرها 32 سنه كانت تعاني من جامي سمايل وديسكالر تيث. مثل ما انتم شايفين بهذه الصوره، اجتنا البيشنت جامي سمايل في عندها جنجفة بالكي. طبعا من الصوره هاي بدون ما نعمل ميجرمنتس ببين انه لازم نعملها كراون لينكتينينج with bone removal and bone trimming. يعني البون بيكون بالكي، يعني لازم نعمل تريمينج للبون بالباكال اريا و بون ريموفال على التوث سيرفيس. بالصين كان ممنوع نستخدم
اي ماركه او اي اداه مشان advertisement issues. فاحنا استخدمنا البروبورشنال جوجز هنا، لكن منعونا نصور البروبورشنال جوج على الانسايزال تيث. هنا الصوره كنا مستخدمين التي بار، كنا نحط التي بار مثل ما انتم شايفين الماوس يعطينا الويدث واللينث وين لازم يكون. فهنا اللي مبين عنا اللي هو الكلينيكال لينث اوف ذا كراون. مثل ما انتم شايفين لازم نعمل البيشنت بتقول لك انا السمايل تاعتي فيري باد، بدي اغير السمايل، فقلنا لها بدك تعمل كراون لينثينينج، ومن نعمل لك تحويل للبروستو ديبارتمنت مشان يعملوا لك فينيرز ولا زيركونيوم فيكست بروستيسيس كراونز. فهنا استخدمنا التي بار مشان نحدد كلينيكال لينث اوف ذا كراون. مثل ما انتم شايفين بالصوره استخدمنا البليد، لا استخدمنا ليزر ولا استخدمنا الكتروكوتري. بالكونكلوجن تاعت هاي المحاضره مقوله لبروفيسوري ايام الماستر كان ضل يقول لنا بما معناه مش المهم شو تستخدم لحتى ما تعمل كراون لينكينج، المهم تعرف قديش وكيف ووين بدك تقص من اللثه. يعني ممكن انا اعمل كراون لينكينج فيري سكسسفول باستخدام البليدز. طبعا الليزر ممتاز جدا، انا هلا عندي في المركز ما بعمل كراون لينكينج الا بالليزر. لكن هذا لا يعني انه البليدز ممكن تعطيك باد ريزلتس. هلا راح تشوفوا باخر الكيس هاي كيف كانت. استخدمنا بليد نمبر 11، عملنا انسجن للابيثيليوم والكونكتيف تيشو، وعملنا ريموفال فلاب ريليز وريفلكتنج ذا فلاب، وشلنا الاكسس للجنجفه. هنا عندنا صوره البيشنت افتر كراون لينكثينينج، لكن مثل ما انتم شايفين البون بالكي بتحتاج لبون ريموفال وبون تريمينج بنفس الوقت. كثير بنعمل كراون لينكثينينج ما بيكون في عندنا ريستريكشن للبيولوجيكال ويدث، فاذا حولناها لبروستو ديبارتمنت بيكون في عندنا انفلاميشن. اذا كانت مشكلتنا استيتيك ترجع البيشنت بعد شهرين بتقول لك والله يا دكتور عملنا كراون لينكينينج ورجعت اللثه بنت من اول وجديد. ليش؟ لانه ما في ليش؟ لانه ما في عندنا ريستريكشن للكراون لينكينينج البيولوجيكال ويدث. استخدمنا الهاي سبيد. طبعا irrigation ضروري يكون موجود مشان ما يصير في عندنا نيكروسيس بسبب الهيت. عادة أنا بحب أستخدم السرنج مثل ما أنتم شايفين هنا النورمال سلاين، ما بحب أستخدم الووتر بالهاي سبيد لأنه ما بعتبرها ستريل وممكن يصير في عندنا كروس انفكشن. بالأخص لما نتعامل مع بون لازم تكون عندنا الستيريليتي عالية جدا. هنا الكيس بعد ما عملنا بون ريموفال وتريمينج. هنا افتر سوتشر لما ما يكون مثل ما حكيت لكم بالكيس اللي قبل، لما ما يكون في عندنا سنجل توث وبنحتاج يكون في عندنا ستابيلايزيشن للجنجيفال مارجن، ممكن لازم نستخدم السلينج سوتشرينج تكنيك. لكن لما ما يكون عندنا مالتيبل تيث كراون في الكراون لينكينينج ممكن نستخدم الفيرتيكال ماتريس سوتشرينج تكنيك. في عندنا الهوريزونتال نستخدمها في الامبلانتولوجي، والفيرتيكال بنستخدمها في البيريودونتولوجي بالكراون لينكينينج، برضه بتعطينا ستابيلايزيشن محترم في البوست اوبراتيفلي. اجتنا البيشنت هنا بعد 3 أسابيع، شوفوا كيف الهيلينج، وهاي الصوره بعد 3 شهور. يعني شوفوا الفرق بين 3 أسابيع وبين 3 شهور. نفس الشيء لما ما يكون في عندنا بيولوجيكال ويدث بريسايز كالكوليتد بريسايزلي، لو يجي البيشنت بعد 2 سنين بتكون الجنجفه بنفس المكان. لكن لما ما يكون في عندنا فايوليشن للبيولوجيكال ويدث، لما ما يكون في عندنا enough bone removal،
بده يصير في عندنا ريكفري، بده يصير في عندنا فيلير للكيس، بدها ترجع البيشنت بعد كم شهر وتقول لك يا دكتور رجعت الجنجفة كمان مرة. طبعا للأسف بالصين نظام العلاج مؤسسات، بعد ما يطلع البيشنت ويروح على البروستو ديبارتمنت احنا ما بصير في عندنا حق للدوكيومنتيشن، فالبيشنت وصل عندنا لهي المرحلة كان جاهز لحتى ما يصير لحتى ما يعملوا له فينيرز واموره تكون تمام. محاضرتنا هيك تقريبا انتهت. شكرا لكم جميعا. بتمنى انها كانت محاضره مفيده سواء بالمعلومات او بالكيسز اللي عرضتها. كمان مره بشكر نقابه اطباء الاسنان الاردنيين على هذه الدعوه، وانا اتشرفت بوجودي بينكم. الأردن الشقيق، الأهل، الإخوة صدقا. بالمناسبة في كتير فلسطينيين موجودين في الأردن. في معلومة بضل أحكيها، أنا أردني عايش، أنا بفلسطين لكن من أصول أردنية، من دار المدلل. أتوقع بلدنا أبوي بضل يقول من كفرنجة، بعرفش وين هي بصراحة، لكن أنا العكس يعني أردني عايش بالشمال سيدي، بالشمال. الله يسعدكم ويخليكم جميعا. اتشرفت بوجودكم، وإن شاء الله إنها كانت محاضرة مفيدة لكم جميعا. شكرا كمان مرة. شكرا دكتور حسين. أمورنا تمام إحنا؟ شكرا كثير لك. تمام التمام سيدي. اسمها كفرنجي بس يعني اللفظ تبعها كفرنجي. اي حدا من الشباب بيقول لك طلع قرابه. مين هذا؟ معاذ ربابعه والله والنعم. فكثير انبسطنا. شكرا كثير لك. انت بين اهلك وناسك. لسه انا مش شايف اي اسئله، بس انا ممكن اعمل ديسكشن للمعلومات للناس. طبعا بس نسوي الكراون لينكثنينج في عندنا فتره يفترض انه احنا ما نعمل بروبينج، لانه بهالفتره بدنا نستنى الاتاتشمنت لما يرجع يصير مره ثانيه. انت عاده امتى بتخلي جماعه البروستو يبدوا يشتغلوا، وامتى بيبدوا ياخذوا الامبريشنز تبعتهم؟ هاي مهمه كثير للشباب، لانه مش مباشره بس نخلص الكراون لينكثنينج بروسيجر بدنا مباشره ندخل على التركيبات. فامتى بتنصح؟ عاده احنا ما بنحول البيشنت وبنعمل له ريفيرال لاي ديبارتمنت اخرى لحتى ما يصير في عندنا كومبليت هيلينج. كومبليت هيلينج يعني ما في عندنا بليدنج اون بروبينج. نحصل على هذه من 3 ل 4 اسابيع، وبتتراوح حسب البيشنتس كيف بيسمعوا الاورال هايجين انستراكشنز لك، وكيف بيكون تجاوب العلاج لهم. يعني ممكن افتر 3 ويكس 4 ويكس ماكسيمم 5 ويكس، بعد هيك بيكون في عندنا مشكله. هلا عاده احنا بعد اي كراون لينكثنينج نستخدم اللي هي الجنجيفال باك، نعمل جنجيفال دريسنج في شركات كثير مشهوره مثل الكوباك. هذه اذا استخدمناها طبعا هي بتحتوي على فلورايد، خلال اسبوع بيكون في عندنا هيلينج برسنتج تقريبا 70 to 80%. 2 ويكس ل 3 ويكس بتكون الامور تمام وطيبه، فممكن نعمل له ريفيرال. لا بروستو. جميل. شكرا كثير لك. طيب موضوع ثاني برضه الناس بدها تنتبه له، انه في عندنا الثين بايوتايب او فينوتايب والثيك فينوتايب. وبنعرف انه الثيك عاده بدي احكي متسامح اكثر، يعني لو باشياء معينه ممكن بجراحات معينه يتجاوزها. هلا الثين do you do under engineering للدايمنشنز اللي بتشتغل فيها؟ تعرف انه ممكن يصير في عندنا نوع من البون ريزوربشن بشكل اعلى، الريسيشن على الثين بايوتايب كمان اعلى. فدو يو تيك ات ان كونسيدريشن؟ صحيح. هلا احنا بيكون في عندنا ثيك بايوتايب وثين بايوتايب بشكل عام. اي عمليه كراون لينكينج احنا بالبدايه بالاهم شيء لازم يكون في عندنا ريسبكشن للبيولوجيكال ويت. انا بعتبره هو الاهم.
من thick biotype و thin biotype بالنسبه لي. اكيد لما يكون في عندنا thin biotype بيكون في bone resorption اكثر من الثيك biotype، لكن بالنسبه لي انا اهم شيء اللي هي البيولوجيكال ويت، لانه الديفرنسز بالثين والثيك biotype يعني بناء على خبرتي بعتبرها مش كثير يعني خلينا نقول مهمه بالنسبه للبون ليفل اللي موجود عندي. البون ليفل بعدين لما يكون اصلا يكون في عندنا بالكي بون اكيد بتكون جنجفه ثين بايوتايب، فلازم نعمل تريمينج للبون مشان نفسح مجال للجنجفه. بس بدي اعلق على الدكتور بشار عمران to wait for at least 3 months. There is no laser gingivectomy only. We need to be aware about the amount of keratinized level. Okay, I don't recommend Copac. اوكي بالنسبه للمده 3 months بعتبرها كثير طويله. ليزر جنجيفكتومي اونلي اوكي، و I don't recommend Copac. Copac هي شركه بصراحه، يعني احنا بنستخدم جنجيفال دريسنج، يعني بيرجع للشخص هو بفضل هاي الشركه ولا بفضل شركه ثانيه، كل واحد. تفضل دكتور. هي عندنا اسئله او مش كثير، خلينا نشوف. the angulation of blade instrument either 90 degrees or 45 degree 45 degrees depend on the phenotype. هذا بشار عمران كمان مره ثانيه، نوجه له التحيه دكتور بشار. في سؤال if crown lengthening is needed for a tooth that will undergo root canal treatment, what do you recommend to do crown lengthening before or after خليني امشي فيهن سؤال دكتور. اوكي. بالنسبه للماستر ديجري والبي اتش دي عملتهم بالتشاينيز لانجويج، لكن الببليكيشن بتكون في الانجليزي. In your last case what's the precise reference؟ اوكي عم تمشي باسئله ثانيه. دكتور خليل سعودي، الريفرنس بوينت دائما الانسايزال ايدج. انا لما بستخدم البروبورشنال جوجز التي بار عندي الريفرنس بوينت اللي هي الانسايزال ايدج. how to overcome root sensitivity after crown lengthening. انا ما بعمل اكسبوجر للروت بالكراون لينكثينينج، والسنسيتيفيتي عاده الجنجيفال دريسنج بالبدايه هي بتمنعها. الانجوليشن 45 ديجريز اكيد ما بتكون 90%. هل البيولوجيكال ويدث ثابت لكل المرضى؟ البيولوجيكال ويدث من 2 ل 3 او 2 ل 2.5. هو البيولوجيكال ويدث بالابحاث 2.04، لكن البيريودونتست بيعتبروها من 2 ل 2.5 او 2. If crown lengthening is needed for a tooth that will undergo root canal treatment, what do you recommend to do crown lengthening before or after completing الروت كانال تريتمنت؟ افتر روت كانال تريتمنت، لانه ممكن انا اعمل كراون لينكينج والروت كانال تريتمنت يصير فيه فيلير، فساعتها بصير التوث انديكيتد للاكستراكشن. فعاده احنا بالمراكز لما نكون في سبيشاليست اول شيء روت كانال تريتمنت، اول شيء بيعمل لي كونسلتيشن الاندودونتست، بقول له انه هذا البروجنوسيس له جود بروجنوسيس، بيعمل له اندو، بعديها انا بعمل له كراون لينكثينينج، عاده فانكشنال كراون لينكثينينج. Do you always prefer periodontal dressing in your perio surgery? Yes. انا دائما بعد اي تقييمي لكل بيشنت لما ما احس انه مثلا عنده اورال بور اورال هايجين، لما ما اشوف انه الاكسبوزد اريا ممكن يصير في لها كروس انفكشن، بستخدم الجنجيفال دريسنج او البيريودونتال دريسنج مشان اقلل الكروس انفكشن قدر الامكان. عاده احنا بنعمل كراون لينثينينج ولا بيجمنتيشن ل بيجمنتد جنجيفا، الكونتاكت دايركت كونتاكت بين الجنجيفا واللبس بتعمل ديسكومفورت للبيشنت، فعشان هيك انا بفضل البيريودونتال دريسنج تضلها بتتم البيشنت 2-3 يوم، بتقلل كثير
الديسكونفورمنس. What about incisal edge loss? Can you use two instrument? دكتور بشار، لما ما يكون في عندنا loss للانسايزال ايدج ممكن نستخدم الانلاين تيب. الانلاين تيب نستخدمها لما يكون في عندنا كراودنج، لما ما يكون في عندنا لوس للانسايزال ايدج. طبعا لوس للانسايزال ايدج مش كومبليتلي لوس للجرام، ساعتها احنا ما بيكون في عندنا ويدث، فبصير في عندنا فانكشنال كراون لينثنينج. Do you use supragingival tissues? Supragingival tissues height for osteotomy measurements in functional. دكتورة مها شتاوي، شو قصدك supragingival tissue height for osteotomy؟ بالfunctional crown lengthening يعني عبارة عن سيرجري، ممكن احنا simple surgery بنستخدمها مشان تعطينا خلينا نقول enough not infected or not decayed tooth مشان نركب عليه البروستيسيس او نعمل عليه الفيلينج. فيعني الشغله قياسات مثل ما شفتوا بالكيس اللي عرضتها، لازم اكون بعيد عن الكريستال بون 3 ملم من 2 ل 3 ملم مشان البروستيسيس لما بصير عندنا انستوليشن لاي بروستيسيس ما يصير في عندنا بوست اوبراتيف كومبليكيشنز. بتمنى اني اجبتك على السؤال. ضل شيء اظن خلصتهم تقريبا. هاي في كمان سؤال.